الساعة كانت واحدة بعد منتصف الليل، وأثناء مرور دورية الشرطة بواحد من شوارع أم درمان لاحظوا لعربية أتوس لونها أحمر كانت واقفة يمين الطريق الرئيسي. العربية كانت أنوارها مولعة وكان صوتها عالي جدا جدا. المهم مع الظلام من بعيد ضباط الشرطة ما كانوا قادرين يتأكدوا إذا فيها زول ولا لا، فهنا نزل واحد من الضباط وتوجه للعربية، وأول ما قربوا من العربية لقى زول لابس جلابية بيضة وخات راسه على دريكسيون العربية. هنا ضابط الشرطة افتكر إنه يكون سكران أو إنه يتعرض لنوبة قلبية أفقدته الوعي، فحاول إنه يتكلم معاه بس ما كان بيرد. فهنا الضابط ولع فيه كشاف الموبايل ويشوف منظر بشع جدا جدا. الزول كان غرقان في بحر من الدم، ورجله اليمين كانت ضاغطة على البنزين، وده كان مسبب الصوت العالي. هنا الضابط وقف محرك العربية وبدوا رجال الشرطة يتفقدوا مكان الحادث. أول حاجة لاحظوا لها رجال الشرطة إنه المرحوم كان مصاب بطلقة في راسه دخلت من اليمين وطلعت من الشمال. ولما فتحوا رجال الشرطة باب السواق اكتشفوا إنه المرحوم ده ماسك مسدس في يده الشمال، ويده كانت مرتخية من رجوله، والدم كان مالي المقعد وأرضية العربية. مشهد من الوهلة الأولى بيوحي إنه رجال الشرطة قدام جريمة انتحار، لكن هل فعلا رجال الشرطة حيقتنعوا إنها جريمة انتحار ولا الموضوع وراه جريمة قتل؟ خصوصا إنه المنطقة اللي اتلقت فيها العربية واحدة من أكثر المناطق اللي بتنتشر فيها الجريمة. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أنا عزو من عنقريب الحكاوي. قصتنا الليلة من مذكرات ضابط سوداني العقيد شرطة معاش جمال عبد الباسط شندقاوي اللي توفى العام الماضي، له الرحمة والمغفرة. المرحوم جمال شندقاوي من الضباط اللي قدموا كتير للشرطة السودانية، ومن الناس اللي كان لهم الفضل في فك معظم طلاسم الجرائم اللي وقعت في السودان. المرحوم شندقاوي كتب كتير جدا عن القضايا والجرائم اللي واجهته أثناء خدمته في الشرطة السودانية، وقصتنا الليلة واحدة من الجرائم دي. وشندقاوي هو كان نفس الضابط اللي اكتشف الجثة واللي كان برتبة مقدم الوقت داك. أحداث قصتنا الليلة حصلت في أم درمان، وتحديدا سنة 2008. وقتها كان المقدم شندقاوي ماسك قسم أم بدة شمال. المهم طوقت الشرطة المكان واستدعوا شعبة مسرح الحادث اللي قاموا بالتصوير ورفع البصمات وأخذوا عينات من الدم وحرزوا المسدس، وبعدها نقلوا الجثة للمشرحة عشان يتم تشريحها. فضل شندقاوي في مكان الحادث لحد ما الشمس بدأت تطلع والرؤية بدأت تتضح أكثر، وأول حاجة عملها إنه يتفحص الأرض حول العربية، وهنا لقى آثار أقدام كانت لشخصين. الآثار كانت ممتدة وجاية من وراء العربية ومنتهية قدام باب السواق المكان اللي كانت فيه الجثة. آثار أقدام الشخصين ديل كانوا في خط متوازي، والمسافة بيناتهم كانت من 70 إلى 80 سنتيمتر. الحاجة اللي لاحظ لها الضابط إنه الآثار كان فيها عدم انتظام في وضع الأرجل لما تلمس الأرض، وكانوا الاثنين ديل كانوا شايلين لهم حاجة وهم ماشيين. المهم الآثار دي استمرت حوالي 1000 متر وانتهت في منطقة ترابية. في المنطقة دي كان في أكثر من أثر في نفس المكان وبدون انتظام، يعني كأنه المكان ده كانت فيه شكله، خصوصا إنه كان في دم ظاهر على التراب. المهم بعد المكان ده زي ب5 أمتار كان في آثار لساتك عربية صغيرة طلعت الزلط. وبعد البحث رجال الشرطة لقوا قريب من العربية آثار نقط دم ممتدة لمسافة 1500 متر ومنتهية تحديدا قدام باب مستوصف طبي بيفتح على الزلط، والكان قريب جدا من موقع الحادث. المهم بعد استجواب الدكاترة اللي في المستوصف قالوا إنه فعلا امبارح بعد الساعة 1 صباحا جاهم شاب وكان مصاب في يده الشمال وبينزف، فالدكاترة طلبوا منه رنيك 8 عشان يتم علاجه، لكن طلع وما جا راجع تاني. المهم الشرطة قامت بكل الإجراءات اللازمة في موقع الحادث ورجعوا القسم عشان يبدأ عملية بحث عن الشخص المصاب. وأثناء ما الضابط شندقاوي ورجال الشرطة بيتناقشوا في الموضوع جاهم بلاغ محول من قسم سوق ليبيا. البلاغ ده يتحول لهم هنا لأنه المكان اللي وقعت فيه الجريمة دي كان في دائرة اختصاص قسم مبدأ، والبلاغ كان بلاغ سرقة منزلية ضد مجهول، والمسروقات كانت عبارة عن جلابية رجالية بيضاء وبداخلها مبلغ 10 جنيه.
فهنا الضابط استغرب من تفاصيل البلاغ، وبرغم انه قيمة المسروقات كلها عبارة عن 60 جنيه وانه كان ماسك جريمة قتل، لكن البلاغ ده شد انتباهه جدا جدا، فقرر هنا يمشي للمبلغ البيت عشان يشوف الحاصل شنو. وفعلا وصلوا البيت، وبعد المعاينة لا لقوا كسر لا على الأبواب ولا على الشبابيك، وفي نفس الصالون اللي اختفت منه الجلابية كان في حاجات غيمة كتيرة، كان في تلفزيون وفي موبايلات وحاجات سهل جدا سرقتها. طيب معقول الحرامي ده ما محتاج الحاجات دي كلها وكل اللي عايزه جلابية؟ ده كان السؤال اللي بيسأله الضابط لنفسه. وبعدها طلع الضابط واخد جولة حول البيت، والمفاجأة كانت انه ورا الحيطة لقى جلابية بيضاء كمام الاتنين مقطوعة وجنبها منديل ملفوف وكلهم عليهم آثار دم. والغريبة في جيب الجلابية لقى 10 جنيه موجودة. فهنا رجع على البيت وبدأ يستجوب أفراده. الأكدوا إنه الجلابية دي حقت ولدهم مازن، وبالسؤال عن مازن قالوا إنه من امبارح ما رجع البيت وما عارف إنه وين، لأنه تلفونه مقفول. لكن امبارح اتصل مازن على ناس البيت وقال لهم إنه زي الساعة 1 لما رجع البيت شاف حرامي ناط من بيتهم وشايل جلابيته، وقال لهم إنهم يمشوا بكرة الصباح لعم أحمد يفتحوا بلاغ في القسم. وأحمد ده كان قريبهم اللي بيشتغل في قسم سوق ليبيا. المهم جمعوا رجال الشرطة المعلومات دي ورسلوا الجلابية والمنديل للمعمل الجنائي عشان يتم فحصهم. لكن بلاغ الجلابية في حد ذاته كان بلاغ غريب جدا. فهنا بدأ الضابط بتحليله ووقف في عدة نقاط. أول شيء الزمن اللي وقعت فيه حادثة سرقة الجلابية كان نفس الزمن اللي وقعت فيه جريمة القتل، والغريبة إنهم في نفس الحي. تاني حاجة ليه البلاغ اتفتح في قسم سوق ليبيا، خصوصا إنه بعد التحريات عرفوا إنه المبلغ كان عارف إنه دائرة الاختصاص هي قسم مبدأ. والأغرب إنه البلغ بالسرقة ما كان هو سيد الجلابية، البلغ كان واحد من أقاربه اللي كانوا قاعدين في الصالون. وبعد اتصال سيد الجلابية إنه شاف زول طالع من البيت وشايل جلابية في يده، فعلا بدأوا يراجعوا الصالون ولقوا الجلابية ما في، وبعدها مشوا وفتحوا البلاغ. بس الحاجة اللي ما كانت منطقية إنه قيمة المسروقات ما كانت بتساوي حتى حق الركشة اللي ممكن يركبوها عشان يفتحوا البلاغ، وده طبعا غير إنهم لقوا الجلابية مجدوعة ورا البيت. فهنا ربط الضابط بين الشخص اللي كان مصاب وبين الشخص السرق الجلابية، خصوصا بعد ما لقوا آثار دم على الجلابية والمنديل. بعدها بدأ الضابط سندغاوي كتابة ملاحظاته من مسرح الحادث، والقال فيها إنه العربية الأتوس وقفت قريب من المحل اللي كانت فيه شكلها، وبعدها اتحركت لحد المكان اللي اتلقت فيه الجثة. المرحوم كان ماسك المسدس بيده الشمال ويده كانت نازلة بالرجل، ومع العلم إنه الطلقة دخلت من الجهة اليمين للرأس، وطبعا ده يتعرف من اتساع الفتحة من جهة اليمين وصغرها من جهة الشمال. وزيادة على كده ما كان في بارود أو حروق في مدخل الطلقة، ودي الحاجة اللي بتأكد إنه الطلقة اتضربت من مسافة 2 إلى 3 أمتار. المهم واصلوا رجال الشرطة تحري، وبتفتيش العربية لقوا شنطة سامسونايت متوسطة الحجم، جواها لقوا ملابس وفرشة أسنان وصابون. ومن شكل الحاجات دي في احتمالين، يا أما القتيل كان عليه سفر أو كان ساكن في العربية حقته. المهم تحت الملابس لقوا بطاقة القتيل واللي كان فيها اسمه عبد القادر ياسين، ومهنته كانت أعمال حرة. وكمان لقوا فواتير وأوراق لعملية شراء وشحن مواد إغاثة، وكان في عناوين لبعض مكاتب الترحيلات. بعد كده بدوا رجال المباحث عملية جمع معلومات عن الضحية، وصلوا من خلال إنه القتيل فعلا ساكن في العنوان المذكور في البطاقة، لكن له أكثر من 6 شهور ما نام في البيت، وكان بيجي كل فترة بيقعد شوية وبعدها يشيل شنطته ويركب عربيته ويختفي. كمان قدروا يصلوا إنه المتوفي عنده علاقة مع كم شاب في المنطقة، بيقعدوا مع بعض دايما، بيتونسوا وبيلعبوا كشتين لأوقات متأخرة من الليل، ومرات كان بيبيتوا مع بعض. وبعد التحري مع الشباب ديل أكدوا إنه المرحوم كان معاهم، اتحرك منهم يوم الحادثة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وكلهم لاحظوا إنه كان مهموم وما طبيعي. ولما سألوه قال لهم إنه الليلة زهجان شوية وبعدها اتحرك عليه كده. في الوقت ده وصل تقرير الطب الشرعي الأكد إنه سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية نتيجة لتهتك المخ وتهشم الجمجمة.
كمان ذكروا إنه الجثة لشخص عمره 45 سنة، وإنه نتيجة الفحص أثبتت إنه الدم اللي في العربية والأرض بيرجع للضحية، ونقاط الدم اللي كانت ممتدة لحد المستوصف بتحمل فصيلة من نوع تاني، وهي نفس الفصيلة اللي اتلقت في الجلابية والمنديل. فهنا رجال الشرطة تأكدوا تماما إنهم قدام جريمة قتل، فبدوا تحقيق من تاني مع سكان البيت اللي فتحوا بلاغ بسرقة الجلابية. وهناك عرفوا منهم إنه ولدهم مازن بيكون قاعد في بيت عمه، فأخذوا منهم عنوان عمه وتحركوا للمكان. وفعلا مشوا وقابلوا عمه اللي كان راجل كبير في السن وظهر عليه علامات التقوى والإيمان، وقال لهم إنه فعلا ود أخوه وجاهوا هنا الساعة 6 صباحا وطلب منه مصاريف عشان مسافر دارفور. وبعدها قاموا رجال الشرطة بعملية بحث وجمع معلومات أكتر عن مازن، وعرفوا إنه بيشتغل في مجال بيع وترحيل اللقاصة، وإنه كان شغال مع عبد القادر، وكان شغال معاهم واحد تاني اسمه سيف، وكانت في مشاكل مالية بينهم وبين القتيل. ودي الحاجة اللي أكدت للضابط إنه ليه عبد القادر كان ساكن في عربيته. المهم بعدها رجال الشرطة رسلوا نشرة جنائية للولاية السافر لها المتهم وأوصافه، وبعد شهرين قدروا إنهم يقبضوا عليه متخفي في واحدة من القرى وجابوا القسم. وبعد التحري ومواجهته بالأدلة انهار واعترف بكل حاجة، وقال إنه هو سيف كانوا بيفتشوا على عبد القادر قريب 6 شهور عشان ياخدوا منه نصيبهم في مواد غاسة باعة عبد القادر، بس فجأة اختفى وبقوا ما عارفين عنه أي حاجة لحد ما عرفوا مكانه القاعد فيه. ولما لقوه كان وقتها قاعد جوا العربية، ونزلوه من العربية وحاولوا إنهم يضربوه بالمسدس اللي كان شايله سيف، لكن قدر عبد القادر إنه يخطف المسدس من سيف، وقدر إنه يضرب مازن في يده الشمال، لكن قدر سيف إنه يشيل منه المسدس تاني وطوالي ضربه طلقة على راسه، وقع بعدها بدون حركة. بعد كده حركوا العربية لحد الزلط وشالوا الجثة، بعدها قعدوا في الكرسي ودوروا العربية وخدتوا رجله في دواسة البنزين ومسكوا المسدس في يده الشمال. بعدها مشى مازن المستوصف، فلما طلبوا منه الأورنيك طلع وكان يده لسه بتنزل رغم إنه كان خاتي عليها منديل. المهم بعدها رجع البيت ودخل الصالون وشال الجلابية بدون ما يحس به أي زول من قرايبه اللي كانوا نايمين في الصالون. بعدها بمساعدة الصديق وسيف قطعوا أكمام الجلابية وربطوا الجريح، وبعدها يتحرك على بيت عمه. وفي الطريق اتصل على ناس البيت وقال لهم إنه شاف حرام. ولما الضابط سأله عملت كده ليه، قال له إنه عمل كده عشان يبعد الشبهة عنه، خصوصا إنه بيتهم قريب من مكان الجريمة. بعدها بشهر وبإرشاد المتهم تم القبض على سيف اللي اعترف بارتكاب الجريمة. ما ذكر لنا المرحوم جمال شندقاوي العقوبة اللي حكمت بها المحكمة عليهم، بس أكيد أخذوا إعدام. رحم الله العقيد شرطة جمال عبد الباسط شندقاوي وكل الضباط الأخيار اللي أفنوا معظم حياتهم في تنفيذ العدالة ورد المظالم لأهلها. ولهنا أنا أكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. لو وصلت معي لحد هنا ما تنسى إنك تعمل إعجاب بالفيديو، تشترك معي في القناة، دعم وتشجيع منك عشان أواصل لحد ما ألقاكم في قصة جديدة. ابقوا حفي.